مرحبا بكم متابعينا في قناة آراب أرميا كلوب للأخبار العسكرية. تعد القوات الجوية الجزائرية واحدة من أقوى القوى الجوية في إفريقيا والعالم العربي، وتتميز بامتلاكها أسطولا متنوعا من الطائرات الحربية الحديثة التي تعكس سعي الجزائر المتواصل لتطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ على أمنها واستقرارها. ويعتمد الأسطول الجزائري بشكل أساسي على المعدات الروسية والصينية مع وجود بعض الأنظمة الغربية، مما يمنحه مرونة وقدرة على التكيف مع مختلف السيناريوهات. وفي هذا الفيديو مشاهدينا سنتعرف على جميع الطائرات الحربية التي يمتلكها الجيش الجزائري. لذا متابعينا، قبل بداية الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية. مقاتلة سوخوي سو 24 هي طائرة مخصصة للأهداف الأرضية، تم إنشاؤها من قبل قوات الاتحاد السوفيتي عام 1974، ولا تزال موجودة في الخدمة حتى الآن في عدة بلدان كالجزائر، وتتميز بمقعديها المختلفين عن باقي المقاتلات، حيث يجلس الطيار بجانب الملاح وليس أمامه. تعتبر مقاتلة سوخوي سو 24 من أبرز الطائرات الهجومية والتكتيكية التي يمتلكها سلاح الجو الجزائري، وقد خدمت هذه الطائرة ذات القدرات العالية في صفوف القوات الجوية الجزائرية لعقود، مثبتة كفاءتها ومرونتها في مختلف السيناريوهات العملياتية. ويعد سلاح الجو الجزائري من أوائل المشغلين الأجانب لهذه المقاتلة، حيث تسلم منها أعدادا في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، ويمتلك الجيش الجزائري 37 مقاتلة من هذا النوع. مقاتلة ميكويان ميغ 25 تعد طائرة اعتراضية سوفيتية فائقة السرعة، وهي إحدى الطائرات الأسطورية في تاريخ الطيران العسكري، وما يزال وجودها في صفوف القوات الجوية الجزائرية يثير الاهتمام والتقدير، حيث أثبتت قدراتها الفريدة على مر العقود، ولا تزال تمثل إضافة نوعية للقوة الجوية الجزائرية. وحصلت الجزائر على مقاتلات ميغ 25 في أواخر السبعينيات، في فترة شهدت توترات إقليمية وحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الجوية، وقد مثل اقتناء هذه الطائرات نقلة نوعية في قدرات القوات الجوية الجزائرية، وتعد من أسرع الطائرات المقاتلة التي دخلت الخدمة على الإطلاق، حيث تصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 3 أضعاف سرعة الصوت، مما يجعلها قادرة على اعتراض الطائرات المعادية بسرعة فائقة. مقاتلة الميغ 29 تعد الميغ 29 مقاتلة روسية من أبرز الطائرات التي يعتمد عليها الجيش الجزائري، وهي إحدى رموز القوة الجوية الحديثة التي تتمتع بقدرات متعددة الأدوار تجمع بين السرعة والمناورة العالية والقدرة على الاشتباك الجوي والضربات الأرضية، حيث تتميز بقدرتها العالية على المناورة وسرعتها الفائقة، ومزودة بمجموعة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والقنابل غير الموجهة. كما تتميز الطائرة بنظام رادار متطور يمكنه تتبع عدة أهداف في وقت واحد. دخلت الميغ 29 الخدمة في القوات الجوية الجزائرية في أواخر التسعينيات، ومنذ ذلك الحين خضعت لعمليات تحديث مختلفة لتعزيز قدراتها القتالية والإلكترونية، ويمتلك الجيش الجزائري 40 مقاتلة من هذا النوع. مقاتلة ياكوف ليفياك 130 هي طائرة تدريب متقدمة وهجوم خفيف روسية الصنع، تستخدم كطائرة تدريب للطيارين، وذات قدرة على تنفيذ مهمات الدعم الجوي القريب والهجوم الخفيف. وقد عززت هذه الطائرة من كفاءة الطيارين الجزائريين ومرونة القوات الجوية في التعامل مع مختلف السيناريوهات.
توفر هذه الطائرة منصة مثالية لتعليم الطيارين أساسيات الطيران المتقدم والمناورات واستخدام أنظمة الأسلحة المختلفة، حيث يمكن للمدربين تهيئة سيناريوهات قتالية واقعية دون الحاجة إلى استخدام طائرات قتالية باهظة الثمن. كما تستطيع تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب والهجوم الخفيف مع قدرتها على حمل قنابل موجهة وغير موجهة. ويمتلك الجيش الجزائري 16 مقاتلة من هذا النوع. مقاتلة سوخوي سو-30 هي طائرة مقاتلة ثنائية المحرك طورت من قبل شركة سوخوي الروسية، تعد من أبرز الطائرات المقاتلة متعددة المهام في العالم، وقد عززت بشكل كبير القدرات الجوية للجيش الجزائري بفضل ما تتمتع به من خصائص قتالية وتقنية. يعود بداية دخول سو-30 الخدمة في الجزائر إلى عام 2007، حيث أبرمت الجزائر صفقات مع روسيا لتوريد أعداد كبيرة من هذه المقاتلات المتطورة. وتميزت النسخة الجزائرية بتضمين أنظمة ومكونات هندية وفرنسية، مما جعلها تلبي المتطلبات الخاصة بالجيش الجزائري. وعلى الرغم من قدراتها المتميزة، شهدت خدمة سو-30 في الجزائر بعض الحوادث المؤسفة. ففي مارس 2025 تحطمت طائرة سو-30 تابعة للقوات الجوية الجزائرية بعد إقلاعها، مما أسفر عن وفاة أحد الطيارين. ويمتلك الجيش الجزائري 57 مقاتلة من هذا النوع. مقاتلة سوخوي سو-35 هي طائرة روسية من الجيل الرابع، طورتها شركة سوخوي لتكون نسخة مطورة من الطائرة الأسطورية سو-27، ولكن بإلكترونيات طيران متقدمة وقدرات مناورة فائقة وتسليح حديث. وبحسب تقارير موثوقة ظهرت في السنوات الأخيرة، وقعت الجزائر صفقة مع روسيا للحصول على عدد من مقاتلات سو-35، لتكون بذلك من بين أولى الدول الإفريقية والعربية التي تمتلك هذا الطراز. وتشكل مقاتلة سو-35 إضافة قوية إلى سلاح الجو الجزائري، لما توفره من تكنولوجيا متقدمة وقدرات قتالية عالية ومزايا تكتيكية مهمة. وبامتلاكها تواصل الجزائر ترسيخ مكانتها كقوة جوية إقليمية يحسب لها الحساب في ظل عالم يشهد تغيرات سريعة في موازين القوة. مقاتلة سوخوي سو-57 تعتبر سوخوي سو-57 أول مقاتلة شبحية روسية من الجيل الخامس متعددة المهام، صممت لتتفوق على مقاتلات الجيل السابق والدفاعات الجوية. تجمع هذه الطائرة بين خصائص الشبحية المتقدمة والقدرة الفائقة على المناورة، وفي خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل موازين القوى الجوية في المنطقة. تستعد الجزائر لاستقبال مقاتلات الجيل الخامس المتقدمة من طراز سوخوي سو-57 من روسيا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الدفعة الأولى من طائرات سو-57 إلى الجزائر بحلول نهاية عام 2025 مع تدريب الطيارين الجزائريين بالفعل في روسيا. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن الدفعة الأولية قد تتكون من 6 طائرات، مع إمكانية طلب 14 طائرة إضافية.